ازيكم حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. واللي لاول مره يشوف القناه بتاعتي يا ريت ما ينساش الاشتراك في القناه ويفعل زر الجرس على كلمه الكل، وما ينساش اللايك للفيديو دوت. واللي متابعني وعارف قناتي يا ريت برضو ما ينساش اللايك، اهم حاجه اللايكات هي اللي بترفع الفيديو. اللايكات معلهاش فلوس يا جماعه، اهم حاجه بس اللايك لايك لايك لايك. المهم بقى كده انا ايه، النهارده ان شاء الله هعمل روتين حلو جدا. وكنت جايبه كده حبه مشتريات للمطبخ، نجدد بيهم كده بقى نظام المطبخ بقى، داخلين على الشتاء بقى وكده. فطبعا ايه، كل دخلة موسم كده بحب اجيب للمطبخ كده حتى لو حاجه بسيطه. يعني مش لازم بقى يعني كل موسم لا، يعني حتى لو اطباق بلاستيك كده هنغير المود بتاعنا، اي حاجه زي كده. ف بنجيب يعني ايه، اجيب كده حاجه جديده للمطبخ، فجايبه حبه مشتريات حلوين قوي. هتشوفوهم معايا في اخر الفيديو. المهم انا بقى كنت ايه، صاحيه كده ومجهزه نفسي من قبلها بيوم ان انا هعمل مكرونه وبانيه. فكنت اول ما صحيت طلعت البانيه، قلت ايه اطلعه كده عشان خاطر يفك والحق اعمله اليوم دوت تمام. وقلت خلاص بقى اعمل اكله سريعه كده اهو، عشان خاطر هنضف بقى اوضه الانتريه كده من فوق لتحت بقى وكده ايه. يعني مع الترويق اليومي، يعني انا خدت اوضه الانتريه دي نضفتها تنظيف عميق مع الروتين اليومي طبعا اللي هعمله مع باقي الاوض والمواعين والاكل والكلام ده كله. لسه بقى طبعا مذاكره الولاد وكده. فايه رحت بقى ايه، مجهزت البانيه وكل حاجه. ولقيت جوزي بيتصل بيا وقال لي انت هتعملي غدا ايه النهارده؟ قلت له انا هعمل بانيه ومكرونه. قال لي لا، انا عايز اكل محشي. قلت له محشي ايه بقى دلوقتي بقى؟ محشي ايه؟ انا خلاص يعني كنت ابتديت بقى جهزت نفسي بقى ان انا خلاص يعني همسح بقى وكده. فقال لي لا، انا عايز محشي. محشي ايه؟ محشي بتنجان. والولاد عندي ما بياكلوش محشي البتنجان خالص، لازم كرنب. فبيحبوا الكرنب قوي. فلو هعمل محشي البتنجان لازم اعمل لهم هم كرنب عشان ما ازعلهمش. فهو قعد يقول لي، قلت له طب بصي بقى نخليها بكره بقى، يوم تاني نخليها يوم تاني. فقال لي ماشي. هو قفل. فصعب عليا الراجل بصراحه، قلت خلاص. رحت لابسه تمام ورحت نزلت جبت حبه طلبات كده ناقصني، وجبت كرنبايه كده صغيره، وجبت ايه كيلو بتنجان واحد. بس كيلو البتنجان بيكفيني انا وهو وبيفيد كمان. بس انا عشان عامله دايت وما كنتش هاكل محشي وكده، فجبت برضو كيلو وقلت ايه يعني يا دوب يعني انا اخد منه كام صباع بس كده، والباقي اسيبه له هو. وايه مرضتش ازعله، بس قلت مش هعمله في نفس اليوم. وبعد شويه بقى لما جيت كلمته وقلت له ايه، انا جبت لك المحشي بس هعمله بكره. قال لي طب تصدقي ان انا كده عرفت وصدقت ان انت بتحبيني؟ قلت له يعني المحشي هو اللي خلاك تعرف ان انا بحبك؟ صدق المثل اللي قال بصراحه، اقرب طريق لقلب الراجل معدته. اه والله العظيم. المهم جبت كده بقى ايه الحاجه من السوق، جبت الحاجه اللي انتوا شفتوها معايا كده بس ما كنتش اعملها في اليوم ده. ودخلت قلت ايه الحق كده بقى اعمل لي اي حاجه. روقت كده الترويق البسيط بقى للشقه كلها بقى والاوض وكله. وعملت الغدا واتغدينا. بصراحه ما بداتش في الاوضه دي غير بعد الغدا. ليه؟ كان كل شويه بقى حاجه تعطلني بقى، نزلت السوق بقى وجيت وخلصت الشقه وعملت حاجات كتير والولاد جم المدرسه. فقلت خلاص انا قدامي بقى ايه، ما قداميش غير ان انا اريحهم، واللي هيتغدى يتغدى واخلصهم بقى هما. وبعد كده ادخل انضف على رواقه. انا بحب اعمل الحاجه كده على رواقه، لما بلاقي الحاجه فيها استعجال والحاجه فيها يعني مثلا هما طالبين مني حاجات كتير، فخلاص انا مش هعرف اعمل الحاجه اللي ورايا. وانا كنت عايزه اجيب الاوضه دي من فوق لتحت وانفض بقى الستاير بقى، واقلع الفرش بتاع الركنه عشان كنت هغسله، وانضف الحيطان والبيبان وكده. فقلت خلاص البي طلباتهم كلهم عشان يسيبوني في حالي واخلص اللي ورايا. فطبعا خلصت الغدا بقى وما صورتش بقى عشان كنت مستعجله. ويا دوب عملت مكرونه وبانيه زي ما قلت لكم. وطبعا تسابيح ما كانتش سايباني في حالي، كل شويه عمال تجري كده وتجي لي كده وتتكلم من ورا الكاميرا وعايزه توريكم الصوره اللي في ايدها، في صوره معاها عايزه توريها لكم. والمهم ما كانتش سايباني في حالي، يا بنتي اوعي، يا بنتي روحي، يا بنتي اقعدي على جنب. هي مصممه يعني شايفينها راحه جايه راحه جايه. فالمهم بقى كده مسكت بقى الفرش بتاع الركنه ورحت قلعته كله خالص عشان خاطر ايه هو والخداديات. قلت اروح احطهم في الغساله كده ايه يتغسلوا عشان يلحقوا ينشفوا. وهمسك الركنه هنفضها كلها، مش هخلي عليها اي حاجه. طبعا لما بشيل الشلت بتصدم من اللي تحت الشلت، يعني مع انها هي بتتشال كل يوم. بس بقى بلاقي بقى مشط بقى، فرشه بقى، عروسه، لعبه،
اي حاجة، اي حاجة هتلاقيها تحت الشلات ده. لسه بقى لما ازق الركنة هلاقي بلاوي بقى تحتيها، مع العلم ان الركنة دي بتتزق كل يومين 3 كده عشان انضف ايه اللي تحتيها. بزقها وانضف اللي تحتيها واكنسه، عشان خاطر بيبقى فيه برضو حاجات على طول واقعة تحتها، ورقة، كيس، اي حاجة، فكله بيبقى ايه داخل تحت الركنة يعني. ودي اكتر قعدتنا بنقعد في الركنة. فمسكت بقى كده ايه الركنة بقى، نفضتها كويس جدا، ما خليتش فيها اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده نفضتها كويس جدا. بصراحة القماش بتاعها هو جلد مقلوب، خامة الجلد مقلوب، الجلد المقلوب خامة حلوة جدا. مفيش يعني التراب والحاجات دي ما بتمسكش فيه، فاهمين يعني؟ اول ما بتنفضوا كده بتلاقوها بقى نطفت على طول. بصراحة هو حلو قوي. بصوا انا كل ما ازق اي حاجة في الركنة اجيب ده كده اجيب ده كده، تيجي جري وتروح واقفة عليه. هي تحب قوي لما اجي ازق الركنة تروح قاعدة عليها عشان ازقها ايه بالركنة. ادوكوا شايفين بقى كيس الشيبسي بقى طاير دخل تحتيها، مع اني ما بتقعدش يومين 3 واروح كانسة تحتيها، لاني عارفة دايما الحاجة بتطير تدخل تحتيها يعني. المهم هزقها بقى كده وهكنس الارضية، كل حاجة في الارض كده هكنسها ومش هخلي فيها اي حاجة. بصوا بقى انا هشتغل معاكم وعايزة اتكلم معاكم شوية وافتح لكم قلبي شوية. تمام؟ بخصوص القناة والشغل في القناة، وبخصوص اليوتيوب، وبخصوص القنوات الجديدة والقنوات اللي لسه مبتدئة، يعني كل الكلام ده. فأنا الروتين هعمله قدامكم زي ما انتوا هتشوفوه، وهتكلم معاكم شوية. بصوا صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام. أنا مش جديدة على اليوتيوب، أنا قربت أخلص 3 سنين وأنا على اليوتيوب. أنا فاتحة القناة من شهر 12 2019، يعني شهر 12 اللي جاي هخلص 3 سنين وهبدأ في رابع سنة. يعني أنا مش جديدة على اليوتيوب. تعبت كتير جدا 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 من أول ما فتحت القناة. كنت بقول مش هحتاج لحد ولا ألجأ لأي حد، شغلي هو اللي هينجحني، استمراري في القناة هو اللي هينجحني. وبالفعل كنت أول الفترة من شغلي في القناة، يعني أول سنة كنت بشتغل وبجتهد جدا جدا وبصور فيديوهات على طول وبنزل فيديوهات، وكانت القناة بتاعتي متنوعة. انا اول ما بدأت القناة كنت بدأها هعمل فيها شغل كروشيه وهاند ميد، كنت بعمله وقتها وكنت ببيعه. جيت بعد كده فترة بطلت اشتغل فيه ولا بطلت ابيعه، فقلت خلاص اعمل اكلات وروتين. من احسن المواقع اللي انا بحبها هو اليوتيوب. انا بعشق حاجه اسمها اليوتيوب، بعشق الروتينات، بعشق الفيديوهات دي بتشجعني جدا، سواء انا اللي بعملها وبتفرج على فيديوهاتي او سواء بتفرج على قنوات تانية. فقلت خلاص هشتغل، وكنت وقتها حامل في تسابيح وكنت بقدم بدل الفيديو 2 في اليوم، وكنت مجتهدة والحمد لله. طبعا فين وفين عقبال ما خلصت الشروط. انا خلصت الشروط بعد 9 شهور من فتح القناة. قعدت بعد فتح القناة، بعد ما فعلت القناة فعلتها في شهر 9 اللي بعد، يعني أنا فتحت القناة في شهر 12 فعلتها في شهر 9، قبضت شهر 9 اللي بعده. يعني أنا قعدت سنة و9 شهور عقبال ما قبضت أول قبض. تمام تمام. طيب أنا ما بقبضش، كنت كل شهر بصراحة عشان كنت أوقات مقلة في الفيديوهات. المهم الفترة دي اليوتيوب عامل، يعني أنا بص هقول الكلام ده وزي ما تيجي تيجي حتى لو هيقفلها لي. انا من قبل ما افتح القناه، من وقت قصدي ما فتحت القناه، قعدت اقول ايه يا رب لو القناه فيها خير ليا نجحني فيها، لو شر ليا وهتدخل بشر ومشاكل وكده على بيتي ما تخلينيش استمر فيها. ويعني لو هتتقفل تتقفل، انا مش متضايقه يعني. لو هتتقفل خلاص تتقفل، ابص الاقي ربنا يسر لي الحال واستمر ويجي لي مشتركين ويجي لي مشاهدات وكده. المهم امشي كده كام شويه اقول خلاص الحمد لله ربنا رايد لي الخير من ورا القناه. اجي بعد كده وكل اللي يشوف قناتي والله العظيم يقول لي قناتك حلوه جدا، كل حاجه فيها بتتقدم محترمه، كل حاجه فيها ماشيه تمام، كل حاجه فيها كويسه. ف يعني بطور من نفسي في طريقه التصوير او في الاضاءه او في كل حاجه يعني الحمد لله. فاجي بقى ايه
بعد كده قلت مش اشكال، مش اشكال دلوقتي، ربح بيتاخر يبقى كل كام شهر، مش اشكال عادي، المهم ان انا متواجده. ابص بعد كده بعد ما ربنا ييسر الحال واقول الحمد لله والدنيا هتمشي معايا زي الفل وهستمر وكده، ابص الاقي حاجه بتحصل تبوظ الدنيا، الموبايل يبوظ اللي بصور بيه، النت يفصل بال15 يوم، قطع عام يعني من الشرح كله، ولما النت يجي الاقي رقمي متبدل مع حد تاني، افضل شويه تاني عقبال ما الدنيا تتجمع معايا، آه، الفيديوهات يحصل فيها حاجه اللي انا مجمعاها، المهم يحصل لي حاجه كل مره. فقلت طب انت يا رب يعني مش رايد لي الخير ولا ايه؟ ادعي تاني يا رب لو فيها الخير نجحني فيها، يا رب ما فيهاش الخير خلاص. المهم الاقي برضو الدنيا تتيسر معايا الحمد لله، بعد ما تكون الدنيا اتعقدت معايا بترجع تاني، فالدنيا بتمشي تاني، فبقول الحمد لله. يمكن ربنا رايد لي ان انا ادعي كتير وان انا اتعب، والحمد لله انا بتعب في قناتي، ودي حاجه بسطاني مش حاجه مزعلاني، انا لما اتعب في قناتي اللي بيتعب بيلاقي، فانا بتعب في قناتي. الناس بتقول لي انت بتختفي ليه من على اليوتيوب، ما بتنزليش فيديوهات ليه؟ دي الاسباب، اسباب بتبقى غصب عني، اسباب بتبقى غصب عني، ممكن اكون مجهزه بالاربع والخمس ست فيديوهات ومش عارفه انزلهم بسبب ما في حاجه حصلت هي اللي اخرتني، ففي حاجه بتجيلي كده دايما، فانا بزعل على مجهودي بيروح، بزعل على التعب اللي انا بتعبه وما بلاقيش نجاح. جيت فترة كده وكنت مزعلانة جدا ان المشاهدات عندي قليلة، جيت والله من شهر كده سبحان الله جالي اقتناع تام بالمشاهدات بتاعتي مهما كانت قليلة، والله بتجيلي بال20 وال30 مشاهدة، بقول الحمد لله وكفاية ان هم مشاهدات حقيقية من ناس حقيقية وناس بتشوفني، اللايكات بتبقى قليلة بس مش اشكال، ما عنديش تعليقات من متابعين كتير بس مش اشكال، المهم بيبقى عندي ناس تشوفني، لما هقدم محتوى وهستمر ان شاء الله الناس هتتابعني. بالنسبه للتطوير اكتر واكتر واكتر في القناه مش هينفع، زي ما قلت لكم انا قناتي دلوقتي ما بتخليش ربح والله العظيم، يعني انا قعدت ب3 شهور ما قبضتش، وبعد كده بال4 شهور، دلوقتي انا بقالي 3 شهور تقريبا ما قبضتش، انا بكمل دلوقتي بتكمل الشهر كله، ما بكملش دولار، انا الشهر اللي فات مكمله 72 سنت، يعني 72 قرش، الدولار 100 سنت، 72 سنت الشهر كله، ولسه هيتخصم منه ضرايب بقى وحاجات، فانا راضيه انا راضيه ما قلتش حاجه، بس ايه، الواحد بيصعب عليه تعبه. بحكي لكم كده ليه؟ بحكي لكم عشان اغلبيه القنوات الكبيره بقت تطلع تهاجم فينا، تقول لنا انتوا داخلين اليوتيوب على الجاهز، داخلين عايزين فلوس وخلاص، لا مش فلوس وخلاص، انت في يوم من الايام كنت زينا وداخله اليوتيوب عشان فلوس، اه انا منكرش ان انا داخله اليوتيوب عشان الربح، مع حبي للموقع دوت، حبي لليوتيوب وشغل الروتينات، شغل الروتينات المحترم بيشجع ويساعد وينشط ويديكي باور ويديكي فكرة ويديكي حاجة تتعلميها جديد، ما انكرش ان انا اتعلمت من قنوات كبيرة حاجات كتير، فما تجيش بقى قنوات كبيرة بقى تبقى داخلة وتعبت واحتاجت لناس كتير واحتوجت لناس كتير وصرفت، وبعد كده دخلها ربح، وبعد كده تيجي تتكلم على القنوات الصغيرة، لا، في أغلبية القنوات الصغيرة داخلين بيشتغلوا بضمير، بيشتغلوا بما يرضي الله، بيستنوا ربح مع حبهم للحاجة دي، عمرك ما هتكوني ما بتحبيش حاجة وتتعبي فيها، لا، الحاجة لو لقيتي ان فيها تعب تمام وانتي مش حباها هتقولي خلاص انا تعب ليه، انا كده كده حاجه مش حباها، لكن معنى ان انا يبقى بقالي 3 سنين على اليوتيوب والارباح عندي قلت والمشاهدات عندي قليله، فده انا ممكن اسيبني من القناه خلاص واقول خلاص ما فيهاش ربح، لا انا مستمره. اليوم ما بقول انا هقفل القناه ومش عايزه اكمل في القناه، لما بلاقي ان المحتوى بتاعي مش واصل للناس، او الناس بتهتم المحتوى التافه والفضايح، لو على الفضايح كل انسان بيبقى عنده مشاكل وعنده هموم وعنده حاجات ممكن اطلع بيها ترند، بس انا مش بحب الشكل دوت من شكل الفيديوهات والكلام، لما بطلع بدي نصيحة لاي ست عندها ولادها تعبينها مش عارفة تتصرف معاهم ازاي، او لعروسة، او لفكرة هتعمليها، او حاجة هتنفذيها، او حاجة فيها توفير، ما بقدمش حاجة تافهة، ما بقولش جوزي عمل ولا حماية قال لي ولا مش عارفة سلفتي عملت لي ولا كل الكلام دوت، لا الحمد لله الواحد بيحب يقدم محتوى محترم، وده فخر ليا والحمد لله بشهادة الجميع ان انا بقدم حاجة محترمة، وده اللي بيخليني استمر لغاية دلوقتي.
ف فما انكرش يعني إني أوقات باتأخر، بس ليّا ظروف بتبقى غصبٍ عني. يعني أوقات النت باشحنه وبييجي يوم 15 في الشهر والنت خلاص يخلص، هاقعد 15 يوم ما عنديش نت. فمش معقول هاكون سِت بيت وعندي أولاد في الدراسة ومحتاجين أكل وشرب ومصاريف ولبس وكل حاجة، وأروح أشحن نت عشان أنزّل فيديوهات تاني. يعني ما اشحنش النت مرتين في الشهر عشان خاطر القناة واسيب ولادي جعانين، مع إن القناة مش بتدخّل لي دلوقتي ربح غير بسيط جدًا، زي ما قُلت لكم ما باكمّلش دولار في الشهر. ده طبعًا وضع طبيعي، مش هينفع أقول لجوزي هات أشحن نت عشان أنزّل فيديوهات، فدي حاجة بتبقى غصبٍ عني. ما هاقدرش أقول لجوزي، ما هاقدرش آخُد من أكل عيالي ومصاريفهم وأروح أشحن النت، فدي الحاجات اللي بتأخّرني وبتعطّلني، تمام؟ فإحنا مش عايزين ربح على الفاضي، مش عايزين شغل كده وخلاص، مش عايزين فلوس جاية لنا على الجاهز، لأ إحنا بنتعب، بس نِفْسنا لمّا نتعب نلاقي. أي إنسان لمّا بيتعب نِفْسه يلاقي. هنتعب شوية و2 و3 بس نِفْسنا بقى بعد كده نلاقي. المهم حبيت أتكلم معاكم شوية دول وأقول لكم إن غصبٍ عني لو أنا باتأخر غصبٍ عني آمم، في المحتوى الفيديوهات يعني اللي بانزّلها وكده. المهم ندخل بقى في فيديو المشتريات. أنا جبت كده لبس بتاع الغسالة الأوتوماتيك ده في أماكن كتير بتبيعه ب75، أنا بصراحة جبته ب65. عجبني جدًا، ما كنتش عايزة أجيب الشكل ده، بس ما لقيتش أشكال تانية غير الورود الحاجات دي، فلقيت ده أكتر شكل عجبني فجبته، كان ب65. 65 تمام. و ولسه فتحته من الكيس كده باتفرج عليه وبنتي راحت قاطعة الكيس، قُلت يالّا بالشفا، وجبت الاتنين الملاحات دول. باحب الملاحات دي أوي، الواحدة ب15 وعجبني لونهم. الموف واللبني دول حاجات للتلاجة كده، منظمات للتلاجة أو للضلف. كنت جايبة منهم 2، الأبيض الأبيض التاني اللي فيه ليموني. أنا كنت جايباهم من إمتى؟ كنت جايباهم من 2.5 البيض دول، من قبل مولد التسابيح والله، يعني أكتر من 2.5 سنين. فكنت جايباهم وحلوين جدًا، فجبت منهم تاني، كنت عايزة أبيض بس ما لقيتش، وجبت الطبق بتاع إيكيا دوّة أو أيكيا. بُصّوا أنا عمّالة أدوّر عليه ما كنتش لاقياه، وفي الآخر لقيته عندنا هنا. بس لقيت الأسود البطيخي ولقيته ب40 جنيه، فاستنيتها تجيب الأبيض ما جابتش. المهم كنت في مكان تاني كده عند بيت والدي ولقيته، لقيته ب25 جنيه، فرحت جدًا ونفس الحجم ونفس المقاس وخامته حلوة جدًا. وجبت كده الأشكال الخشب دي، حبيت أدلّع نفسي، دي ب7 جنيه ونص، عجبتني جدًا. أنا باورّيكم كده مثلًا يتحط عليها كوباية كده والّا مَج والّا حاجة. وجبت الزرعاية الصغنّنة دي ب15 جنيه. وجبت دول الاتنين ب25 جنيه عشان أنا باحط الحلل السخنة على الرخامة، فإيه عشان الرخامة ما تبوظش وكده. بُصّوا بقى دي أنا جبتها، هي كانت مقفولة بالكيس دوّة وملفوفة كده أهو، وما فيش أي حاجة باينة منها غير اليد اللي أنا ماسكاها دي، والباقي كلّها مغلفة ما بتتفتحش. فجات بنتي ساجدة عمّالة تفتح فيها بقى وهي بالكيس من ورا، فافتكرهم 2، فعمّالة تفتح من عند اليد كده، فقُلت لها: "لأ يا حبيبتي سيبيها دي واحدة بس." فبعد كده بافتحها وبابُص فيها أتاريها اتخلعت، هي أصلًا معمولة بالشمع، عارفين السيليكون؟ معمولة بيه، فالمفروض حاجة زي كده يعني المفروض تبقى أحسن من كده. بُصّوا جايين معاها دول 3 كده، فالمفروض تكون إن هي معمولة بطريقة أجود من كده. فقُلت خلاص مش إشكال، عليه العوض بقى ومنه العوض، فمش إشكال. أنا بقى هاعمل فيها إيه، هاثبّتها بلزق شمع تاني وهاستخدمها برضه، يعني مش هاسيبها، بس حاجات كده للتقديم. دي حاجات بسيطة حبيت أجيبها كده للمطبخ. وكنت جايبة النور عشان أزوّد الإضاءة، لإن الring light بتاعي باظ، وكل شوية أجيب واحد بقى ب90 جنيه وكده ويبوظ ما يكمّلش شهر. فالمهم جبت المشتريات دي، لإنها عجبتني كده وقُلت أنا محتاجاها في المطبخ كده وأغيّر من نظام المطبخ. فقُلت خلاص بقى جبتها، فيا رب تكون مشترياتي النهارده عجبتكم. استنوني بقى إن شاء الله وإحنا بنفرش المطبخ كده وباحط الحاجة دي، بس إن شاء الله مش هاحطها غير بعد ما أمسح المطبخ مسحة جامدة كده أهو، واخلّيه زي الفل. يا رب ما اكونش رغيت كتير، يا رب ما اكونش صدعتكم بالكلام اللي قُلته. أنا عارفة في ناس هتقول وإحنا مالنا، ده شغلِك ولازم تعمليه، تمام فعلًا شغلي ولازم أعمله. بس عايزة أعرّفكم إن دي أغلبية المشاكل اللي بتقابلنا كقنوات مبتدئة، مش هاقول إحنا قنوات صغيّرة، لإن القناة اللي بتقدّم محتوى محترم مش قناة صغيّرة، قناة كبيرة بس محتاجة اللي يدعمها. عايزة أقول لكم إن إحنا لو هنرفع منتدى عند أي قناة كبيرة أو إعلان ممول ده ما بيبقاش قليل. أنا في قناة لسه قايلة لي لو رفعت لي فيديو عندها على المنتدى ب300 جنيه، وفي قناة بترفع ب500 جنيه فيديو. الله أعلم بقى هيجيب لي، ما هيجيبليش طبعًا المبلغ اللي باقول لكم عليه ده.
ما هيجيبوش. بس احنا بنبقى عايزين نوصل للمتابع اللي بجد يقدر المحتوى دوت. ما انا ممكن اطلع اعمل اي هبل واقول وانجح. ما هو النجاح تمام، او الشهرة سهلة، بس النجاح وان انت توصلي للناس اللي تحبك وتحترمك صعب. لما بنقدم محتوى بنقدمه محترم للناس المحترمة. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ودي اغلبيه المشاكل اللي بتقابلني انا وزمايلي كلهم في اليوتيوب. ويا رب ما اكونش صدعتكم، ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم ومشتريات تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.